اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يخرب بيكم. شكرا يا فوزي انت وفواز. عفوا يا فتحي. ايوه يعني المجنونه دي تبقى اختك؟ هي مين دي اللي مجنونه يا ده انت؟ انا ست العاقلين. يا لهوي، ايه البت دي؟ بكابورته واتفتح بت لما ببتك يلا. بس بقى يا زين، حنين اختي وبشرى اختي وريم صاحبتهم، وهم دول البنات اللي هيتدربوا معانا هنا. حنين هتتدرب معاك، وزين وحنين بصدمه. نعم. لا طبعا انا مستحيل ادرب البت دي. يا سلام، ويعني انا اللي عايزه يا اخويا؟ خليني مع عمر احسن. ايه لا مفيش، ما ينفعش، لا. وحنين قالت لنفسها يا رب عمر يرفض، انا عايزه اكون مع القمر ده. بس بقى مش عايز كلام، انا عارف يا زين انها مجنونه وهتتعبك، بس هي مش هتتدرب غير معاك انت. وزين بابتسامه خبيثه اوكي، وقال لنفسه اما وريتك يا حنون ما بقاش انا زين. وحنين بنفس الابتسامه اوكي، وقالت لنفسها اما جننتك يا موز انت ما بقاش انا حنين. تمام، وانا مع ريم وبشرى مع عمر. لا خليني معاك انت. وانا مع عمر. لا، ويلا كل واحد على شغله. وفعلا الكل بدأ، وعدى اسبوع ومش بيخلى من جنان البنات للشباب وترتيبات شهد وقاسم. وفي يوم دخل زين المكتب عشان ياخد حنين والورق ويمشي عشان الاجتماع. وزين وهو قاصد يغيظها، ايه ده اول مرة تيجي بدري يعني؟ وحنين كانت متغاظة جدا منه، واتغاظت اكتر وما سكتتش غير لما اخدت الورق اللي قدامها وقطعته. وزين قرب منها عشان يشوف ايه اللي خلاها تقطعه كده. ده ورق الاجتماع. وزين قال بغضب ايه ده ورق الاجتماع اللي انت عملتيه ده. وحنين بصت له بابتسامة خبز وشماتة وقالت باستفزاز عارفة احسن. هو بقى كده؟ طيب تعالي بقى. ومسكها من ايديها ومشي بيها، وقابله السكرتيرة في الطرقة، والسكرتيرة بدلع مستر زين اتفضل ورق الاجتماع. ورق ايه يا هاجر؟ ورق الصفقة. وزين بص لحنين اللي كانت بتضحك. ده كان مقلب. يعني الورق ده مش بتاع الاجتماع؟ الورق اللي كان معايا ده بتاع امبارح، وصورت نسخة زيادة. اما زين فكان هيتشل منها ومن جنانها. قدامي على الاجتماع يا بت انتي، قدامي. حاضر ما تزقش كده الله. ومشوا وراحوا على الاجتماع. اما بقى عند بشرى وعمر، بشرى خدي الورق ده. حاضر يا مستر عمر. يا بنتي وانا المدرس بتاعك؟ لا مش المدرس. ليه؟ امال ايه مستر دي؟ ماشي يا استاذ. يا ستي ولا استاذ، ممكن عمر بس عادي. على فكرة انا شخص عادي جدا. اوكي يا عمر يا عادي، يا شخص عادي جدا. وهنا رن التليفون بتاعها. الو، ايوه يا قاسم، تعالي على المستشفى. ايه؟ ليه؟ في ايه؟ ما تقلقيش، فهد بس وقع في الحضانة وانا رحت بيه على المستشفى وهو فاق وعايزك. اوكي انا جاي دلوقتي. وقفلت معاه وبصت لعمر بدموع. ممكن امشي؟ لا في شغل كتير. وبشرى قعدت تعيط. ايه في ايه؟ مالك بس؟ فهد في المستشفى. طب يلا نروح، تعالي انا هاجي معاكي. وفعلا نزلوا وركبوا العربية ووصلوا على المستشفى. وبشرى جريت عليه بقلق. قاسم فين فهد؟ تعالي هو في الأوضة دي. ودخل وبشرى جريت عليه، وفهد بطفولة بص لا قلب بشرى مالك؟ هو الدكتور طمني وبكرة الصبح هيخرج. الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هو بخير. ايوه الحمد لله. معلش يا قلبي بس انا لازم اروح المديرية لان اللي هو عايزني. اوكي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. حاضر يا قلبي، سلام. اما عند سندس وياسين فكان وقت البريك، وياسين اخد سندس وراحوا المطعم. وياسين بحب مبسوطة يا سندس؟ مبسوطة قوي قوي يا رب دايما. طب تفتكر زين هيفكر في ايه؟ في موضوع مايا؟ مش عارف، بس يا رب يفكر ويبعد عن مايا بقى. فعلا انا اصلا مش عارفة هي شريرة ليه كده، مع ان بابي يعني سايب لنا فلوس كتير. مش عارفة هي عايزة ليه فلوسه. تفتكري هي فعلا مش بتحب زين وعايزاه عشان فلوسه؟ مش عارفة يا ياسين، بس اللي اعرفه ان لو زين قرر يتجوز مايا هتتعبه قوي وهتتعب العيلة كلها معاه. ان شاء الله يبعد عنها يا رب، ان شاء الله. اما عند ريم وشريف، شريف دخل المكتب وما لقاش حد. ريم، يا ريم انت فين يا ريم؟ وبص لقى ريم قاعدة في اخر المكتب وعمالة تعيط. ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا ريم؟ مات. اهدي كده، هو مين اللي مات؟ جوكو خان. ايه ده؟ مين ده؟ بطل المسلسل التركي. وشريف بص لها بغيظ. قومي يا بت عشان عندنا شغل كتير، قومي. وريم بتمسح دموعها بطفولة. ايه انت ما عندكش قلب يعني؟ يا اختي ما عنديش قلب. ويلا بقى. يوه حاضر بقى الله.
وعدى اليوم وجي تاني يوم على الساعة 2 العصر كان في اجتماع مع اللواء عند شهد وقاسم. بعد ما خرجوا من الاجتماع بصوا لبعض بفرحة. أخيرا يا شهد، أنا مش مصدقة نفسي. هي الساعة كام؟ 4. ليه بتسأل؟ طب يلا عشان أفرح بشرى. يلا بينا. وبعد نص ساعة وصلوا ونزلوا ودخلوا الفيلا وقاسم بفرحة: ماما بشرى، يا ماما بشرى. الكل خرج على صوتهم. أحب أقول لكم إن عمر أهله ميتين، فهو دايما قاعد مع شريف بس بيروح بينام في بيته. مالك يا قاسم؟ وقاسم جري عليها وحضنها، وبعد ما حضنها شال بشرى وهو فرحان، وبشرى بفرحة على فرحته. ايه ده؟ في ايه؟ اتحقق يا بشرى. هو ايه اللي اتحقق يا ابني؟ احنا هنسافر على روسيا. انتوا بتقولوا ايه؟ مش فاهمة. وشهد وقاسم بصوا لبعض. لا انت مش هتسافر يا قاسم، انا محتاجة لك جنبي. بشرى احنا اتفقنا. انا ما اتفقتش على حاجة. انت عايز تسافر وما ترجعش؟ يعني مش كفاية علي ومريم ماتوا على ايديهم وغير ابو شهد كمان؟ ما عشان كده انا هسافر عشان اجيب حقهم. انا مش عايزة حقهم بشرى، انا داخلة كلية الشرطة عشان حق بابا، وانت عارفة ان من ساعة ما عرفت ان هما اللي قتلوهم بسعى اني اخد العملية دي عشان اجيب حقهم. ربنا ان شاء الله هيجيب حقهم. هو في ايه؟ ومين دي؟ البي والهانم عايزين يسافروا لاكبر مافيا في العالم. ايه الكلام ده حقيقي؟ ايوه، انا هسافر عشان دول اللي قتلوا علي ومريم وابو شهد كمان، وانا لازم اجيب حقهم. لا بلاش يا ابني، بلاش عشان خاطري. لا يا امي، انا هسافر يعني هسافر. لا عشان خاطري خليك معانا يا قاسم، احنا ملناش غيرك بعد علي. وقاسم قرب وحضنها هي كمان. وقاسم بأسف: مش هقدر اعيش وانا عارف اني كنت اقدر اجيب حقهم. لا 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 عشان خاطري لا. وقاسم شالها واخدها ودخل بيها الأوضة بتاعتها ونايمها على السرير لحد ما نامت، او يعني عملت نفسها نامت، وبعدها خرج. خلاص نامت، وما تقلقيش عليا يا امي، انا هكون بخير وهكلمكم كل شوية، ولو ما اتكلمتش هكون اكيد في الشغل. طب خلي بالك على نفسك. حاضر يا امي، ومحدش فيكم يخاف، محدش هيقدر يقرب منكم لان الفيلا بتاعتي باسم بشرى. وبشرى خرجت بصدمة. ايه باسمي انا؟ عشان محدش يوصلك عن طريقها، وهيكون في بادي جارد من بعيد. ماشي يا قاسم، اوكي اللي تشوف. تعالي بقى معايا عشان اجهز الشنطة وهتيجي معانا بيت شهد. طيب تمام. وعدى اليوم وشهد وقاسم سافروا، وجي تاني يوم وكانت الساعة 7 الصبح، وبشرى صحيت وراحت قعدت على النيل لحد الساعة 9 الصبح. وكان عمر ماشي على النيل وشاف بشرى وقرب منها. قاعدة لوحدك ليه؟ عادي يعني. طب ممكن اقعد معاكي؟ ايوه اكيد. انتي زعلانة؟ صعب انك تفقد شخص غالي عليك وفجأة تلاقي شخص تاني غالي عليك ممكن يروح منك بسبب الشخص اللي مات. معلش، وان شاء الله يرجعوا بالسلامة ان شاء الله. وفضلوا يتكلموا لحد الساعة 10. يلا بقى نروح على الشركة. يلا، وكمان عشان اطمن العيلة. لا ما تقلقيش، انا طمنتهم. اوكي يلا بينا. وبعد وقت في مكتب زين عمر دخل هو وبشرى. كنت فين؟ كنت قاعدة على النيل. ايه الندالة دي؟ ده شكل الندالة بقى في العيلة كلها. وبشرى وحنين بصوا لبعض بخبز وبدأوا يقربوا من ريم. ايه في ايه مالكوا؟ وبشرى بخبز وهي بتزغزغها. مالك يا رورو؟ قولي يا بت. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ كل خير يا قلبي. وريم طلعت تجري والاتنين حلقوا عليها لحد ما مسكوها. وبشرى: بقى انا نادلة ها؟ والعيلة كلها نادلة ها؟ لا 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 يا معلمة، ده انا اللي نادلة. لا بس احنا نادلين فعلا. لا مين قال كده؟ ده انتوا جدعين قوي. السماح، ابوس ايديكوا السماح، هاتي ايدك ابوسها. وحنين اديتها ايديها، وريم بغيظ زقت ايديها وبعدت عنها. لا يا اختي، مش انا اللي يتعمل معايا الحركة دي ها؟ بس يا فايز. جدع يا فوزي. اي خدعة فواز. اما الكل كانوا بيضحكوا وسندس بضحك. والله انتوا زي العسل، والله انتي اللي سكر. ايه رأيك نكون اصحاب؟ وبدل المثلث الكوميدي ده يكون المربع الكوميدي. اوكي اتفقنا. وفجأة دخلت السكرتيرة بخوف من زين، والسكرتيرة قالت بخوف مصطنع: الحق يا زين بيه، ورق الصفقة مش موجود. امال فين؟ انا عارفة فين. قولي بسرعة فين؟ السكرتيرة بخبز: اكيد مع حنين. انتي بتقولي ايه؟ لو حضرتك مش مصدق فتش الشنطة. لا طبعا مستحيل. لا لو سمحت يا زين فتش الشنطة. انا قلت لا مش هفتش حاجة، وانا بقولك لو سمحت انا واثقة في نفسي. فتش الشنطة لان اختي مش حرامية. وزين اخد الشنطة بتاعت حنين وفعلا لقى الورق كان فيها. وزين بصدمة: ايه ده؟ ازاي يعني؟ وحنين بثقة واصطنعت الدهشة: ايه ده؟ ازاي يعني؟
انا بقول ازاي؟ ردي. انا اختي عمرها ما تعمل كده. في حاجة غلط. حنين عمرها ما تعمل كده. استنوا بقى عشان نفهم، هي اكيد ما عملتش كده. اتكلمي يا حنين. وحنين، هو انت مصدق ان انا ممكن اعمل كده؟ لا طبعا، واي حاجة هتقوليها هنصدقها. اكيد هي الحربوقة دي اللي عملت كده. ايوه انا متأكدة. وريم بحماس: بس يا بشرى اتكلمي يلا يا بنت حنين اتكلمي. وحنين وهي ماسكة التليفون بتاعها وجايبة فيديو وقالت. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي. مع السلامة.